ازاي توفر تيرا مساحة في تليفونك حتى لو مساحة تليفونك اقل من كده بكتير؟ الحقيقة كنت قاعد كده طلع لي اعلان عن برنامج باين جدا في الاعلانات ان في حاجة غلط، في حاجة مش صح ورا الموضوع، وهي اعلانات برنامج تيرا بوكس. الاعلانات اللي كانت بتتعمل ان انت توفر تيرا مساحة في تليفونك حتى لو مساحة تليفونك اقل من كده. لو مساحة تليفونك جيجا هيجيب لك تيرا. ازاي؟ معرفش، هو اصلا موضوع هاردوير واللي بيتكلموا فيه سوفت وير والدنيا سايحه على بعض. من الاخر يعني الموضوع مستحيل، وهم من ذكائهم ما شاء الله كل اعلاناتهم غلطات. فعشان ما تصدقش العبط ده انا هجيب لك كل حاجه بيتكلموا فيها، من اول حوار المساحه لحد حوار الفلوس اللي بتكسبها ورا الابلكيشن. الاتنين حاجات وهميه اساسا، وانا عليا انصحك وانت عليك بقى تصدق او ما تصدقش، ليك دماغك. تعال اوريك بقى احسن برنامج هيحل لك ازمه، بالذات لو المساحه في تليفونك مش كبيره. ادي اول هبده، ايفون ومساحه صغيره. بس ماشي نكمل. انا عايز اقول لكم ده شكل المساحه عندي قبل وبعد. بص بقى الهبدة القوية دي، مكتوب في أول سكرين إن تم استعمال 66 جيجا، والرسم اللي محطوط إن التليفون هيفرقع من كتر ما هو مليان، مع إن 66 من 256 ففي مساحة كبيرة جدا. بس ما علينا، مش دي النقطة اللي أنا هقفش فيها. بص بقى السكرين اللي بعديه، سبحان الله، مكتوب ان اللي مستعمل 90 جيجا، يعني اكتر ب 30 جيجا تقريبا، والرسم قل، يعني هو استعمل اكتر بس المساحه قلت في نفس ذات اللحظه. ازاي؟ مش فاهم. ده شكل المساحه عندي قبل وبعد. وهو بنفسه اهو بيقول لك ده الافتر، ده اللي بعد، ده بعد استخدام البرنامج. يمكن انا حمار ما بفهمش انجليزي، بس لا انا مش حمار وبفهم انجليزي. بس نفرض برضو ان انا حمار، في اول سكرين طالع انه مستعمل 60 ولا 66 جيجا، نفرض انها من مساحه البرنامج مش من مساحه التليفون نفسه. تحت في نفس السكرين مكتوب ان الصور واخده 33 جيجا مساحه، وسبحان الله بعد ما استعمل البرنامج مساحه الصور تحت هي ما اتغيرتش، ما فيش ميجاية حتى هربت، ما فيش. ودي اول حاجه تقلقك من البرنامج، لان المفروض الاعلان اللي يخليك تحمله كده. بس ما علينا يمكن اللي منتجه او اللي جاب لي اللي عمل الفيديو ده الفكره عملوا غلطات في حاجات. يمكن نشوف كده الباقي، يمكن انا اللي حمار برضه، يمكن. تقدر تمسحها من عندك على التليفون وهتفضل موجوده عندك في الابلكيشن من غير ما تاخد من تليفونك مساحه. انا عندي تعليق صغير بس، ما تتكلم واحده واحده عشان انا مش فاهم اي حاجه. ها ليه كده ها ليه واحده اتكلم واحده. وكده بكلمتك عن ايه بقى؟ طب ماشي، نروح اللي بعده. نروح. بص بوظ لي لساني. موبايلك بيعلق وبقى بطيء، يبقى السبب الاساسي في ان المساحه هو ايه الاصوات المزعجه دي؟ بتاعت موبايلك دايما ممتلئه، وعمال تحذف في الصور والفيديوهات وبرضه مفيش فايده. بس ازعاج. ايه الاصوات المقرفه دي؟ تحذف في الصور والفيديوهات. حاطط افكت صوت تفه، ليه القرف ده؟ ليه؟ لو ده اعلان هقفله، مش هقفله، ده انا هولع في التليفون اللي انا بشوف منه. طب خد التقيله بقى، من خلال تيرا بوكس تقدر تكسب فلوس. هتقول لي ايوه ازاي يعني؟ هو بص، مع التفافه والقرف ده حاطط لك دولارات بتنزل وبتاع عشان يغريك. هتاخد كام يعني؟ هناخد كام؟ هنشوف. بص خليها مفاجاه. يعني اصبر بس عليا هفهمك. فهمني يا كبير، فهمني. لما انت بتعمل شير لفيديو انت رافعه على التيرا بوكس، كل 1000 مشاهده هيجيبه هتقدر يعني نفرض عشان عارف الناس بتقفش الحاجات دي، نفرض اني متصور فيديو وانا قالع. دلوقتي انت فهمتني غلط. يعني اصبر بس عليا هفهمك. مش القلع اللي في دماغك، انا بروح جيم وبتاع، فكل فتره لازم اصور جسمي لنفسي مش لحد، وبقعد اتفرج عليه وبتاع عشان اشوف الفيديو ده بالفيديو اللي انا صورته من كام شهر. يعني موضوع كبير كده، المهم ان انت فهمت انا عايز اقول ايه. فانا دلوقتي الفيديوهات دي مثلا اللي انا بصورها بتاعت الجيم اللي انا قلع فيها، لما ارفعها على البرنامج هيشوفها 1000 واحد. ليه هيشوفها 1000 واحد؟ انا رافعها عشان المساحه، مش عشان اجرس نفسي. يبقى انا هحمله ليه؟ هحمله اتجرس؟ طب نستنى يمكن المبلغ يخليني اتنازل عن مبادئي، يمكن تكسب عليه دولار و30 سنت. والله يعني الفضيحه دي عشان دولار؟ ده مش كده وبس، ده انت كمان لو بعت رابط التطبيق لاصحابك عشان ينزلوا التطبيق هتكسب على كل واحد هينزل التطبيق 12 سنت. انت مقتنع باللي انت بتقوله ده بالله عليك؟ انت مقتنع؟ 12 سنت يعني اعرف كام واحد ولا كام واحد يعرفني عشان اخليهم ينزلوا البرنامج عشان اخد 12 سنت؟ ايه 12 سنت دول يعملوا ايه؟ الناس دي بجد. التانية حاطط لك حاجات فيك، وده بيقول لك ارقام فلوس ما بتعمل ايه. انا بدات افقد النطق، والتاني بوظ لي لساني عمال يقول راب ما بيتكلمش. الفيديو ده غلط على صحتك وعلى صحتي، بس انا بحاول افهمك الصح
عشان ما تسمعش اي حاجه تلاقيها. انا تعبت والله، يعني احنا في نص الفيديو وانا تعبت. نفسك تتفرج على الفيلم ده؟ منفسيش، لا منفسيش، بس ماشي قول لي هلاقي ازاي. هتلاقيه على تيرا بوكس. لو عايز تتفرج على افلام في موبايلك بس ما عندكش مساحه، فتطبيق تيرا بوكس بيديك مساحه مجانيه على موبايلك بتوصل ل1 تيرا بايت. ماشي حلو، ده ايه علاقته بقى بان انا عايز الفيلم؟ هجيب الفيلم ازاي انا بقى؟ انا عايز الفيلم ده دلوقتي اللي انت حاطه ده، انا عايزه. هات لي الفيلم ده، قول لي الحل. تقدر تحمل عليهم افلامك ومسلسلاتك براحتك وتتفرج عليهم من غير نت وبالجوده وسرعه التشغيل اللي انت تحبها. ايوه بس هتحطهم على البرنامج بنت يا جدعان بقى، بطلوا اللي بتبلبعوه ده. يعني مش راضي اقولها بس خلاص، في حاجه غلط، في حاجه غلط. ما مستحيل انا مخي اللي بايظ، مستحيل. يعني اللي انا جايبه ده غريب ولا انا بس اللي شايفه غريب؟ يعني حد يقول لي، حد يقول لي ده هنعتبره هو اصلا مش فيديو ولكنه عدى علينا. هنخش على الاعلان اللي بعديه نشوفه بيقول ايه، وربنا يستر علشان بدات احس ان انا بقيت متخلف. ودلوقتي مع المواقف المحرجه بتاعتي. كرنج بقى، بس قول ماشي. قول. دلوقتي يا صلاح انا راضي ذمتك. صلاح دي كوميديا وكده عشان لو مش فاهم. الواد صاحبي عنده كميه مسلسلات وافلام، ومنهم المسلسل بتاع السفاح بس موجود 4K بعيد عنك، وانا عايز اخده منه. قلت له البعيد هاته، قال لي ازاي؟ قلت له سهله يا صلاح، تعالى اقول لك. قلت له يا سيدي انت هتحمل برنامج تيرا بوكس. البرنامج ده يا صلاح هيديك مساحه توصل لحد 1 تيرا او 1 تيرا. حط لي انت يا صلاح المسلسلات بتاعتك وبالذات مسلسل السفاح ال 4K يا صلاح. ولو مثلا يا صلاح انت شيرت لي اللينك بتاعك، انا اخد منه الحاجات واحمل انا البتاع، بتاخد انت كمان فلوس يا صلاح. اللي هم الدولار يعني، صح؟ الدولار. انتوا تعبانين في دماغكم يا جدعان ولا في ايه؟ تعبانين. انت تعبان، انت تعبان. كل 1000 مشاهده عليها فلوس يا صلاح. تحس ان انت مش هات المسلسل يا صلاح. عرفت تعمل ايه؟ هتحمل تيرا بوكس، تاخد اللي انت قلت لك عليه اللي فات ده كله، وتحط لي المسلسل اللي انا طلبته منك، وبس كده يا صلاح. يلا نتفرج على المسلسل. فين بقى الموقف؟ فين بقى الموقف؟ فين الموقف المحرج اصلا؟ فين الموقف؟ موقف ايه اصلا؟ استنى، ده المفروض اصلا، يعني هو المفروض اعلان هو عامله موقف. انا يعني لا لقيت الاعلان ولا لقيت الموقف ومش فاهم ايه ده، هو ايه ده؟ انا حاسس ان معرف يعني، انا عندي بص شعري كتير قد ايه، بس حاسس ان في هوا داخل معدي جوه، حاسس ان دماغي اتخرمت في حاجه جوه، في هوا كده، في سقوعيه داخله كده. ربنا صبرنا يا رب. طب هو قال الموقف، طب وانا اطرش؟ يمكن انا سامع صوتي عشان انا اللي بتكلم، غير كده انا ما بسمعش الناس التانية. وبعدين بقى احنا نخلي عنوان الفيديو عن الهبد، نخلي عنوان الفيديو تعلم كيف تهبد 1 طيرة. هو احنا ليه فينا العادة دي؟ انا زهقت ولسه الاعلانات ما خلصتش، لسه في اعلان بقى ايه هيكحمك. يلا نشوفه مع بعض، يلا. اكتر حاجه بتضايقك في الموبايل بتاعك ان المساحه بتاعته دايما منخفضه، فتعالى بقى اقول لك ازاي تزود المساحه على موبايلك لتيرا بايت مجانا. قول يا كبير قول. كل اللي عليك انك تخش على متجر بلاي. لو تلاحظ من كتر ما هو صارف على الفيديو، جايب واحد يدوس مكانه على الشاشه، اكيد دفع له $1.30. انا لو حد اداني المبلغ ده هقوم انط من البلكونه من عندنا دلوقتي، تستهونش بيه، مبلغ كبير جدا. وده لان معظم الهواتف بتاعت الموبايلات الايام دي المساحه بتاعتها 128 جيجا. هو ايه الهواتف بتاعت الموبايلات دي؟ معلش يعني ايه ده يعني ايه؟ يعني ايه الهواتف بتاعت الموبايلات؟ ولا دي جمله بجد؟ يعني دي جمله انا ما اعرفهاش يا جدعان والنبي، يا جدعان هو انا غبي. طيب في حاجات انا ما اعرفهاش، يعني لو في حاجات ما اعرفهاش قولوا لي، انقذوني في الكومنتات. انا حاسس ان انا يعني ان انا من حته تانية، والناس دي من يعني الناس دي عايشه في كوكب وانا في كوكب. في حاجه غلط. مش الهاتف ده هو الموبايل؟ هو يا نهار اسود، لا يكون المحمول ده اصلا مش تليفون. ها لا، الموضوع خطر. طب هو في عربي جديد نزل انا معرفوش؟ ها حاسس ان انا عايش في ثقب اسود. ايه الفيديوهات دي؟ يعني هل دول ناس طبيعيه ولا انا اللي بايظ والناس دي صح ولا في ايه؟ ها كده يكون الفيديو خلص. متنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتسيب لي رايك تحت في كومنت، ويتهيألك ان انا فقت بس انا ما فقتش. يعني ايه الهواتف بتاعت الموبايلات؟ يعني ايه؟